السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم وياكم كالعادة أسامة جيم من قناة جيم أسامة محمد. طبعا شباب، بالتعليق على آخر فيديو اللي هو بيني وبين علي تميمي التحدي، دا أبوع على التعليقات وأشوف مثلا منو كاتب لي تعليق مو حلو أو حلو. فواحد كاتب لي هاي انتم متفقين انت تكتله بالراس. اني كنت ضايج من شغلة. عفوا. فعبالي قاعد يقول انتم متفقين تكتله بالراس، فانا قلت له مثل ما تشوفون اطلع لكم جوابي. مثل ما تشوفون هاي كاتب، اني كتبت لا ما متفق وياه، من لعب تحدي نلعب عدل، وثاني ايش بيك انت مضغوط. كنت ضايج من شغلة اني. طلع هو شنو الولد، اسف منه، اعتذر منه. دا يسألني يعني شلون انا كنت اسأله اقول لك انتم متفقين تسوون مقدمة هيجي او يعني ما متفقين، ما عبالي هيجي قصدي. والله كنت ضايج من شغلة و عبالي هيج دا يقول، فاني يعني شلون رديت الهيا. واسف اعتذر منك يوسف على راسي، وان شاء الله تقبل اعتذاري. نزلت جوا دا اشوف التعليق اللي راد على يوسف العراقي. شوف ايش كاتب. اسمه علي. يقول حبي انت ما تعرفه لأسامة، هذا مفشر على صديقي وطارده من الكلام بلعبة كلاش اوف كلاس. يقول لي كل ما اختلف وياه بمصلحة يقوم يتعارك ويغلط. شباب اريد اوضح شغلة على هاي. اني لو يقولوا لي هذا مثلا يعني حاجتي يمه او مصلحتي يمه او مستقبلي يمه، لو شي يصير ما اتنازل له والله العظيم. وهاي اصدقائي يعرفوني انا ما اتنازل على اكبر شغلة. فهذا قاعد يقول مصلحتي، مصلحة من شنو؟ مصلحة من واحد ما رد اتجاوزاني. فيقول طبعا صديقه عنده كوب بالفيس وفضحها لان كان قفاص، فانت لا تختلف وياه لان راح يتعارك ويفشر. فاني حبيت اعرف منو صديقي او ما ادري شنو يعني صديقي، ما مدى افتهم الشغلة. آه، عنده كوبي او كوب يعني قصده اتوقع صور محادثة وهيك شي يمكن. انه اني قفاص، انتظرته يجاوب، يعني هاي ظليت هيك اني انتظره يجاوب. فاني اعتذرت طبعا من يوسف عراقي مثل ما قلت لكم، واتمنى تقبل اعتذاري حبيبي. واسف كنت ضايج من شغله. قلت له ممكن توضح منو صديقك، فهذا جوابه كان اعتذر له لان خاف شوه سمعته، قصدي يعني اعتذر اليوسف خاف شوه سمعتي. شوفوا الجواب مالته. والله انت مثل ما قال حارث كان طبعا صديقي بالكلان. طلعت صارت مشكلة بيني وبينه، وعفت طبعا اللعبة وكل واحد شاف دربه، مصلحتي عيار ثقيل. مثل ما قلت لكم اني ما اتنازل لي واحد. ما ارد عليك بالتعليقات بالفيس، تتذكر ترى عيب تسعى عند الناس على مصالح دنيوية، يعني كنت تقفص بعدين تفشل وتكفر عبالك ماكو الله. عار عليك تعيش هيج. شفتوا شباب شنو ردكم لهذا؟ بس قولوا لي شنو ردكم لهذا.